ما تيجوا النهاردة نعمل الحواوشي بطريقة يعني معظم المحلات بتعملها، واحلى حاجة انه ما بيجيبش حموضة خالص. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. تعالوا نشوف الطريقة. معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة او الكمية اللي انت عايزة. انا استخدمت كيلو من المفروم. هحط عليه ايه بقى؟ ربع كيلو من اللية فرمتها كويس ورحت حطاها على اللحمة المفرومة، وهعجنها كويس، بس هكون مملحاها بمعلقه كبيره من الملح والفلفل الاسمر. اهم حاجه ظبطي الملح، لما بتكون الحاجه دلعه ما بتبقاش ليها طعم، لازم التمليح يكون مظبوط. وبس كده، مش هحط ولا بهارات ولا هحط اي حاجه تاني، وهعجن كويس جدا اللية في قلب اللحمه المفرومه. يعني بمعنى صح، انا مش هحط بصل خالص، لان البصل اصلا للناس اللي معدتها وجعاها دايما بيعمل زي ارتجاع في المريء، ويفضل طعم الحواوشي في بقنا كده ما بنيجي ناكله. لكن الطريقه دي لقيتها كويسه وبسيطه وطعمها حلو جدا، ولازم العامل الاساسي يكون فيها نسبه الدسم اللي هي كان بالنسبه لي اللي. وبعد كده رحت جبت الرغيف، بس ما فيهوش اي حاجه، انا سبتها بس ترتاح نص ساعه في التلاجة. وبعد كده رحت بقى ايه، حطيتها في العيش زي ما انتم شايفين كده، وما تخنيش قوي اللحمه قوي علشان لما تيجي تستوي تبقى تستوي على طول. واحلى حاجه كمان هنعملها فوق البوتاجاز، ما تعملهاش في الفرن، بتدي طعم احلى. وبعد كده حبيت ان انا اعمل حبه كده، يعني عملت ساده وعملت حبه بالجبنه الموتزاريلا، عشان برضو في بيحبوا بالجبنه، بزود لها بقى الطعم وحركات كده. وكمان كان عندي سجق، قلت طب ما انا اعمل كمان السجق واشوف هيطلع طعمه ايه. ورحت جبت السجق، ما قطعتوش بقى شرايح، لا انا فتحت بس اللي هي الغلاف بتاع السجق دوت، ورحت خدت بس ايه قلبها، لان اصل السجق بيجي من عند الجزار بيبقى متبل، فانا مش محتاجه تتبيله خالص، غير بس هزود ملح حبه صغيرين او فلفل اسمر على حسب ما اشوف التحويجه طعمها ايه. بس كده، انا فكيت كل اللي هو الكفر اللي على الوش بتاع السجق دوت، وخليته بس هو اللحم بس اللي موجود عندي، وحطيته عندي في طبق، وهبتدي ان انا انزل عليه برضو بمعلقه كبيره من اللية، لان اللية هي اللي بتدي طعم حلو قوي في الحواوشي. بس كده. وتعجني برضو، هي عشان الكمية صغيرة، بصوا كان كام صباع بس، كل ما بتزودي اللي هي بتاعتك، لان طبعا هي دي لما بتسيح في العيش هي اللي دي اللي بتديها طعم. بس كده. وهعمل بقى نوع تاني من الحواوشي بس بالسجق، وهجيب برضو العيش بتاعي وهحط برضو كده في الرغيف، وهعلمه بقى ان انا احط فلفل فيه، عشان طبعا لما اجي هسويه مش هاخد بالي من فين اللحمه وفين السجق، لازم بقى الواحد يدوق. لا، طب انا حبيت ان انا افصله وان انا احط فلفل جواه، لان برضو حطيت كام رغيف بجبنه برضو موتزاريلا، عشان برضو في برضو بيحبوه السجق بالجبنه الموتزاريلا. ورحت حاطه الفلفل زي ما انتم شايفين. وبعد ما اخلص الكميه بتاعتي اجيب طاسه بقى او الجريلا بتاعتي، بحط زيت. عايزه تسيحي زيت على حته ليا وتدهني بيه هتزوديه، بس انا قلت عشان يبقى خفيف بس شويه. وبعد كده رحت حطيت الزيت. واهم حاجه هتتعمل على الجريل، كل ما تتعمل من فوق البوتاجاز على الجريل بجد بتطلع طعمها روعه، ويا ريت بقى لو على الفحم هيبقى احلى واحلى. بس كده، وتضغطي تفضلي تضغطي، ما يكونش النار عاليه قوي علشان تستوي على طول، وتطلعيه وبالهنا والشفا ليكي. هتعملي بقى كل الكميه بالطريقه دي بص، ده السجق، بصي عشان قريب لونه من اللحمه المفرومه، فعشان كده كويس ان انا حطيت الفلفل عشان افصله. وطبعا انا عملت برضو من غير جبنه، بس انا طبعا هم الولاد بيحبوا كمان بالجبنه اكتر. بصوا منظره عامل ازاي بجد والله، ولا الريحه كانت روعه، حاجه كده في منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم بسيطه وخفيفه، يعني ممكن عايزين تعملوه بالبصل ده ليه طعم تاني، لكن يمكن عشان بيبقى خفيف على المعده وما يتعبهاش، وبالذات ان زي ما قلت لكم الناس اللي عندها مشاكل في المعده والبصل بيتعبوا. جربي كمان الطريقه دي وهتعجبك ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير للقناه، وما تنسيش برضه تعملي لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي باي.